ايا كانت المرحلة اللي انت فيها دلوقتي، فالفيديو ده والفيديوهات الجاية مهمين جدا ليك. كل مرحلة في حياتك مليانة تحديات. تعال نرجع شوية. فاكر لما كنت بتحاول تمشي؟ بلاش نرجع قوي كده. فاكر لما كنت بتتعلم سواقة العجلة لأول مرة؟ فاكر الموضوع كان ازاي شكله صعب جدا؟ طب فاكر انت اتعلمت ازاي في الآخر؟ وقعت ووقعت ووقعت لحد ما في مرة ما وقعتش. طب فاكر بقى كم حاجة تانية اتعلمتها من ساعتها؟ وفاكر وقعت كم مرة عشان تتعلمها؟ السؤال اللي عندي في الحلقة دي هو الطفل اللي كان بيغلط مليون مرة لمجرد ان هو شايف هدف معين وعايز يوصله، راح فين؟ ليه بقى مش بيعمل نفس التجارب دي؟ ليه ما عندوش نفس الجرأة دي والجوع لان هو يتعلم حاجة جديدة؟ يا ترى ايه اللي حصل له وغيره وخلاه ما يبقاش زي ما كان زمان؟ كبر؟ ما اظنش ان الكلمة دي هي الكلمة المناسبة. اظن الكلمة اللي مناسبة انه ضعف. الموضوع بيبدأ بالكلام والمعاني اللي احنا بنربطها بالكلام ده. الكون والحياة والخلق كله بدأ بكلمة، عشان كده الكلام هي البداية اللي تقدر بيها تبني أي طريق لنجاح. فأولا علشان نعرف ننقذ الطفل ده من التغير اللي حصل له والضعف اللي وصل له، محتاجين نعدل شوية مفاهيم عند الطفل ده لما كبر. وأول حاجة محتاجين نصلحها ونعدلها شوية عن اللي هو اتعلمه من حياته هو كلمة مشكلة. هنغير الكلمة دي ونبدلها دايما بتحدي. التحدي حاجة بتشجعك على ان انت تواجهها، حاجة فيها excitement وحاسس ان انا عايز اتعامل معاها علشان انا شايف ان في نتيجة كويسة في الجنب التاني بتاع المحاولات الكتيرة. انما المشكلة بتحسسك بالضعف وتحسسك ان في حاجة انت مش هتعرف تحلها. فاي حاجة ضدك، الظروف زي ما بنقول، او اي حاجة انت لسه ما اتعلمتهاش، كل دي تحديات مش مشاكل. مجرد ما تعدل الكلمة دي هيبتدي نظرتك لأي حاجة ناقصة أو أي حاجة فيها معضلة بالنسبة لك بتختلف تماما، ويبقى عندك دافع إن أنت تغيرها وتعدلها وتواجهها. تاني كلمة عندنا ودي مش هنبدلها، دي هنلغيها، كلمة مستحيل. لأن طالما الحاجة دي ماهيش خارج النطاق بتاع الواقع أو بتاع إن أصلا ممكن تحصل في الحياة، وطالما في طريق معين ممكن يوصلك ليها، تبقى هي مش مستحيل. ممكن تكون حاجة أنت مش عايز تعملها، مش هتعرف تعملها دلوقتي وما عندكش الموارد ليها، ولكن مش مستحيل. وده مش كلام تشجيعي، أنا بس عايزك تعدل طريقة تفكيرك وأنت بتعرف التحديات والأهداف بتاعتك، علشان على الأقل يبقى عندك نظرة واقعية منطقية للحاجات دي. دلوقتي بعد ما صلحنا مفهوم المشكلة وان هو بقى تحدي وشلنا كلمة المستحيل، الطفل ده محتاج يرجع لنفس كمية الجوع والفضول اللي كان عنده لان هو يعرف ويتعلم حاجات جديدة ويسأل اسئلة جديدة. الطفل ده محتاج ما يقفش قدام اللي العالم اللي حواليه بيقول له ان هو صعب او حاجة مش في نطاق اللي يقدر يعمله، طالما هو شاف حد عمله قبل كده او على الاقل عارف الطريق للحاجة دي يوصل لها ازاي. ففي الاخر كده دي دعوة علشان تصحي الطفل اللي جواك وترجع تاني تقابل التحديات وتبتدي تتعلم. لان اكتر حاجة بننساها لما نبتدي نكبر هو ان احنا لسه صغيرين، وان دايما في حاجة جديدة تتعلمها وطول حياتك هيفضل في حاجة تتعلمها. والتشانل دي معمولة عشان كده، معمولة علشان بالرغم من اختلاف الاهتمامات والاتجاهات بتاعتنا في الحياة، إلا إن إحنا دايما بنبقى عايزين نتعلم حاجة جديدة ومهتمين إن إحنا يبقى عندنا أسئلة ونلاقي الإجابات بتاعتها. والفيديوهات هتكون يا إما بعكس التجربة بتاعتي والحاجة اللي اتعلمتها في مجال معين، أو بتعلم حاجة لايف قدامكم عشان تتعلموها معايا. فما تنساش تعمل سبسكرايب للشانل وأشوفكم الأسبوع الجاي. سلام.